اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. هنعمل سلطة بتنجان بالطحينة كده، حاجة كده تحفة وجميلة زي ما انتوا شايفين، واقتصادية جدا جدا، هتمشي جنب المشاوي، جنب فطار، جنب غدا، جنب عشاء، جنب أي حاجة، جنب سمك، جنب أي وجبة انت بتحبيها هتمشي معاها سلطة الطحينة الجميلة دي. واقتصادية جدا جدا، معلقتين طحينة باتنين ثمرة بتنجان، معانا جبنة قريش. بصي هي كل حاجتها من التلاجة، مش هنعمل اي حاجة معقدة ولا اي حاجة نشتريها من بره في ظل الظروف الغلا اللي احنا فيه ده. فاحنا بنشوف وصفات اقتصادية نعملها ونجربها، وتطلع جميلة جدا جدا وتحفة وهتعجب أولادك. وزي ما قلت لكم هتمشي جنب مشاوي، جنب أي أكل أنت تعمليه، وتنفع في السحور، وتبقى جميلة جدا جدا في رمضان. معانا ثمرتين بدنجان عادي جدا أهو. طبعا موجود في كل التلاجات، مفيش تلاجة ما فيهاش بدنجان دلوقتي، كل التلاجات فيها بدنجان. طبعا اهو اتنين، ومش جايين على عين البوتاجاز دي، فانا هحط كل بدنجانه على عين، طبعا مغسول ومتنشف كويس جدا جدا قبل ما احطه على عين البوتاجاز اهو. ولا نحط فويل ولا اي حاجه، احنا عايزين نعمل حاجه تكون في متناول ايد الجميع يا جماعه، وتنفع على شعله، تنفع على اي حاجه انت عايزاها. طبعا البدنجان خلاص بسم الله ما شاء الله بقى استوى اهو. بجيب بقى السكينه بتاعتي واحوش القشره السوداء دي بالراحه كده، وبحوش القشرة السوداء بتاعتنا. ومعانا المقادير بتاعتنا حاجة بسيطة جدا، معلقة طحينة، توم مفروم، بقدونس مفروم، ملح، بابريكا، كمون، كزبرة، ومعانا جبنة قريش، ومعانا زيت، ومعانا معلقة خل. بس يا جماعة أبسط من كده مفيش. طبعا هننزل بقى بمعلقة طحينة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين معانا. ومعانا طبعا مية سخنة علشان نفك بيها الطحينة دي زي ما انتوا عارفين. طبعا ممكن تنفع في الخلاط، لو ما عندكيش هاند بلندر هتنفع في الخلاط جدا جدا وهتبقى جميلة. زي ما انتوا شايفين كده بنزل بالميه السخنه، شويه شويه، ميه بارده لا، ميه تكون سخنه لدرجه ان هي خلاص قربت يعني سخنه جدا، ايديكي ما تتحملش الحراره بتاعتها. ومعانا معلقه كبيره زي ما انتوا شايفين كده من الخل. وهضرب بقى وهحط بقى المكونات بتاعتي بعد ما قشرت الباذنجان ونضفته وحشت اي قشره سودا موجوده عليه. شايفين؟ ادي اول خطوه، ابسط من كده مفيش. لسه قوامها تقيل، انا مش عايزه قوام تقيل قوي لان لسه هحط بدنجان، وهحط الجبنه القريش بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ومعانا فصين توم، بس ما نكترش توم، هي حاجه بسيطه، بس فصين توم مفرومين زي ما انتوا شايفين كده. ممكن لو ما عندكيش جبنه قريش تستبدلي الزبادي، بس الزبادي طبعا غاليه، العلبه بقت ب4 او ب5 جنيه. فاحنا معلقه جبنه قريش، كلنا عندنا جبنه قريش في التلاجة، ناخد معلقتين كبار البدنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين. بعد ما حشت من عليه القشر بتاعه ونضفته، واخد اهو لون الشوي الجميل على نار هاديه كده على البوتاجاز لما اتشوى بالمنظر التحفه ده. وادي معلقتين زيت كبار، ولا اكتر ولا اقل. شايفين؟ والله العظيم تحفه 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 جدا. طبعا والبقدونس ده اختياري، وممكن كمان لو انت حابه تخليها سبايسي هتحطي كمان قرن فلفل حامي، هيبقى جميل جدا، هيتفرم معاهم. لو ما بتحبيش الاكل سبايسي زينا كده يبقى عادي، ما هتستغني عن خطوه الفلفل الحامي زي ما انتم شايفين، او ممكن شطه ناعمه برضو المتوفر عندك. زي ما انتم شايفين، شايفين القوام بتاعها؟ شايفين؟ جميلة جدا جدا. شايفين القوام؟ تحفة تحفة. والله اللي يدوقها ما يصدق ان ده من بدنجانتين ومعلقة طحينة وحتة جبنة قريش موجود عندك في التلاجة، وطعمها كان جميل جدا جدا. وطبعا حاجة بسيطة، كل حاجة معلقة معلقة معلقة، كل حاجة. لو ما عندكيش خل، عصرة ليمونة، ليمونة كده عصير وحطيه لو ما عندكيش خل، بس اكيد طبعا كلنا موجودين عندنا الخل. جربي بقى الوصفة دي وهتعجبك جدا جدا جنب أي أكل زي ما قلتلك. وممكن تعمل سندوتشات برضو مع الفطار الصبح كده. شايفين جمالها وقوامها وتحفة، وأروع من كده مفيش. هتبقى حبة بقدونس كده من فوق، يعني صراحة ربنا كانت جميلة. البقدونس يا جماعة بيفرق جدا 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 أثناء اللي انت بتاكليها كده، هيفرق معاكي في الطعم والشكل. عادي من حابة تفرمي تفرميه عادي، لو مثلا مش عايزة تخليه مقطع كده وعايزة تفرميه بالخلاط أو بالهاند بلندر، افرميه وهيبقى برضو بس الأفضل إن هو تخليه كده مفروم ناعم بالسكينة، هيدي شكل أجمل وطعم أحلى. وزي ما انتم شايفين ده الكمية اللي اتبقت معايا، حطها في علبة وهغطي العلبة واحطها في التلاجة تقعد معايا أسبوع 10 أيام.
كل ما احتاج اطلع، ممكن اعمل كمية اضعاف الكمية واخليها في التلاجة واستعمل منها زي ما انتوا شايفين. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهي وصفة ان شاء الله تعجبكم كلكم، وهتجربوها وهتقولوا لي ان شاء الله في الكومنتات بالتعليق ان الوصفة عجبكم وجربتوها. ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل القناة علشان يوصلكم منه كل جديد. كل سنة وانتم طيبين في شهر رمضان. دي مناسبة جدا جدا للسحور وخفيفة جدا للسحور. ويا رب تعجبكم، واشوفكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.